في تجربة فيشي شفنا قد إيه روتين الحياة له تأثير كبير على البشرة. دكتورة طهلة الهيطة هتكلمنا أكتر عن المشكلة وإزاي نقدر نحلها. إكرام محمد، 35 سنة، عندي بنت. أكيد عندي ضغوطات طبعا في شغلي مع بنتي، في تربيتي ليها. هي شخصية جمالها في إنها تحسي إنها عايزة بيرفكشن في كل حاجة. هي نفسها كانت بتقول إنها ستريسد قوي. الشخصية اللي ستريسد قوي دي إحنا أكتر حاجة بنقلق منها كم التجاعيد اللي بيظهر لها بسرعة، خاصة في المنطقة بتاعة الجبهة، خاصة حوالين العين، في سن زي سنها اللي هو فوق ال 35، وهي في نفس الوقت شخصية قلقانة قوي إنها تعجز بدري. يبقى دي أول نصيحة ليها، خشي على الانتي ايجينج كريمز او كريمات اللي هي ضد التجاعيد اللي بتستخدم من اول سن ال 45 دلوقتي وانت عندك 35 علشان يحميكي اكتر. يمكن برضو انا هاكد على ان السن ده لازم كريم الشمس، لان البقع كلنا اكتر حاجه بتدينا شكل اكتر من سننا بكتير لو وشنا مبقع. انا انصحها انها تتبع سيستم ان احنا بنعمل الغسول بتاعنا اللي مناسب بشرتنا، اللي هي بشرتها برضو بالنسبه لي تعتبر تميل الى انها بشره جافه، فهستخدم اكتر غسول يكون غني بالدهون، غني بالسيرامايدز. استنى 5 ل 10 دقائق، بعد كده احط سيرم قوي يكون فيلر، وبعد كده استنى 10 دقائق تانيين واحط كريم الليل وكريم النهار. ولو هتعرض للشمس احط فوقيها الكريم بتاع الشمس المناسب بالكميه المناسبه اللي بقول عليها دايما، اللي هي كميه الصباعين كاملين. هي ما بتنامش كفايه، وده هيعرضها اكتر كمان ان من غير التجاعيد وغير البقع هيجي لها هالات سوداء نتيجه عدم النوم كفايه. فبرضه هنصحها انها على قد ما تقدر تهتم مش بس بالنوم، لا بالنوم والرياضه واخذ حاجات انتي اوكسيدنتس او مضادات اكسده، سواء تاخد اقراص مضادات اكسده او تشرب جرين تي. من الحاجات المضاد اكسده اللي فيها حاجات حلوه جدا فلافينويدز، الفلفل الاحمر مع شرب الجرين تي لو هي مش من النوع اللي بيحب الادويه هيفيدوها الى اقصى درجه مع نظام الكريمات اللي انا بقول عليها. فيشي، سامعينك.